السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوس بديعة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير حوت الفرخ في الطاجين. كيجي لذيذ بزاف، ما كياخدش معنا وقت في التحضير ديالو. غادي ندوزو الان باش نشوفوا طريقة التحضير. غادي نبداو بالمرحلة الاولى. غادي نحتاجو واحد التشكيلة من الخضر، كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم. خديت هنا بطاطا، خيزو، الفلفله، مطيشه، البصله، الحامض وحتى الفلفله حاره. تقدروا تزيدوا شي خضره اللي كتفضلوها. غادي نقيو بطاطا، غادي نحيدوا ليها القشره. بالنسبه لي هنا غادي نطيب في الطاجين، لهذا فضلت ان الخضره نسلقها نص سلقه باش ما تاخذش معنا وقت طويل في التحضير ديالها. كيف كتعرفوا الحوت دغيا كيطيب. بالنسبه للكميه ديال الخضره وديال الحوت كتبقى على حسب افراد الاسره. صافي هنا من بعد ما نقينا بطاطا وخيزو غادي ندوزو باش نقطعوهم دوائر. بالنسبه للسمك من الاحسن ما تكونش رقيقه بزاف. وغادي نضيف لهم شويه ديال الملحه. غادي نديرهم فوق البوطه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. صافي هنا غادي ندوزو نشوفوا باقي المكونات. بالنسبه للحامض والبصله حتى هما غادي نقطعوهم دوائر. حتى دوائر ديال البصله من الاحسن انها تكون غليظه. حاولت نشارك معكم جميع المراحل باش يستافدوا حتى المبتدئات. صافي هنا من بعد ما كملت الخضره ديالي في التقطاع غادي ناخذ كميه ديال الحوت اللي كتبقى على حسب افراد الاسره. ثومه، زيت المائده، غادي نحتاجو مطيشه الحك، مطيشه محكوكه، الزيتون الاخضر والحامض مصير. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملحه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، التحميره، البزار، سودانيه. غادي نحتاجو ايضا قزبر ومعدنوس. غادي ناخذ العطريه اللي ذكرت معكم غادي نديروها في شي اناء كبير ونضيفوا عليهم قزبر ومعدنوس. من بعد غادي نحكو الثومه. غادي نزيدو شويه ديال الماء على هاد العطريه والربيع والثومه. غادي نضيفو الزيت تقريبا معلقه كبيره. وغادي نحركو هاد المكونات مزيان او هاد الشرموله. صافي وغادي نشرملو فيها الحوت. يعني نحاولوا نلبسوه مزيان بهاد العطريه او هاد التتبيله. وإلا عندنا الوقت الكافي نخليه مرقد واحد الساعه ولا ساعتين. من بعد غادي نحيدوه نحطوه على جنب. وهاد التتبيله غادي ندوزو فيها الخضر، غادي ندوزو فيها بطاطا وخيزو باش حتى هما يجي فيهم هذاك المذاق ديال العطريه اللي درنا. دابا غادي نزيدو بطاطا. كيف قلت لكم ما تسلقوهاش بزاف باش ما تفرتتش ليكم. كيف ما شفتوا هنا باقا شاده في راسها. غادي نجيبو الطاجين ونديرو فيه الدوائر ديال البصله من الاسفل. كيف ما شفتوا البصله راها غليظه في التقطاع ديالها. غادي نديرو خيزو حتى هو.
غادي نزيدو بطاطا، دابا غادي نضيفو الطريفات ديال الحوت. هاد الشرموله اللي شاطت لينا غادي نجمعوه في واحد الاناء كيف ما كتشوفوا. غادي نضيفو عليها مطيشه محكوكه ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. غادي نحتفظوا بها وغادي نديروا الفلفله دابا. نحاولوا نخالفوا الفلفله هكا باش تعطينا واحد المنظر زوين. غادي نزيدوا الحامض، فلفله حاره، غادي نضيفوا حتى الحامض مصير والزيتون. غادي نديروا المقادير كلها دفعه واحده او المكونات صافي. وغادي نضيفوا هذيك الصلصه من الفوق، العطريه اللي زدنا عليها مطيشه الحك ومطيشه محكوكه. هاد الطاجين غادي يطيب بدون ما اننا غادي نضيفوا الماء. كيف كتعرفوا الحوت كيطلق الماء، وحنا ديجا درنا هاد الصلصه فيها مطيشه الحك ومطيشه محكوكه. صافي غادي نسدو الطاجين، نشعلوا عليه البوطه. كيف ما كتشوفوا هو كيطلق الماء، والعافيه من الاحسن ما تكونش مهيله بزاف باش ما يطلقش لنا الحوت الماء بلا قياس. صافي وغادي نخليوه المده الكافيه اللي غادي يطيب فيها. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب. كيف ما كتشوفوا كيجي لذيذ وكيجي معلق. صراحه حتى التتبيله اللي درنا كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الا كنتو من الزوار الجدد وعجبكم محتوى القناه، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهاية الفيديو، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.